بالليل. قال لي وانا هقدر هستحمل اللي بالليل؟ انا عايزه اقول لكم ان الموضوع ما بدأش كده خالص. الموضوع بدأ من ساعه ما اتجوزت يوسف. اول شهر كانت الدنيا كويسه جدا والحياه وردي زي ما بيقولوا، وقضيت احلى شهر في حياتي. بس بعد كده حصلت المشكله. طبعا بيدور في دماغكم دلوقتي سؤال، وهو انتوا لحقتوا تتجوزوا علشان يحصل مشاكل بينكم؟ بس الإجابة كانت لأ. أنا مش قصدي مشاكل عادية، لكن كانت مشاكل من نوع تاني. كانت كل المشاكل تتمثل تحت كلمة واحدة بس، وهي الإهمال. الإهمال اللي يخلي أي ست مهما كانت قوية تضعف قدام كلمة حلوة من أي حد، حتى لو بينها وبين نفسها. وبالفعل أنا جوزي أهملني بعد شهر من جوازنا بحجة شغله. وبالمناسبة هو شغال مندوب شحن، يعني كل يوم بيكون في محافظة غير التانية، دايما بيسافر وقته قليل جدا. بدأت ان انا مهتمش ومركزش معاه علشان ما نتخانقش، لان دي طبيعة شغله، يعني مفيش باليد حيلة. وحتى لما كنا بنتخانق كان بيرد عليا بجملة واحدة بس، وهي اعمل ايه يعني يا اسماء؟ ما انا بشتغل علشان اجيب فلوس، علشان اعرف اصرف عليكي، علشان ما تبقيش محتاجة اي حاجة. غلطت في ايه يعني؟ كان كل مرة يرد عليا نفس الرد، لحد ما قررت اني انا اسكت واقفل الموضوع ده واعيش عادي زي اي اتنين. عدى شهر واتنين وتلاتة واربعة لحد ما وصلنا 6 شهور على الحال ده. حتى ما كانش بيقرب لي غير مرة او مرتين في الشهر. اكيد انتم حاسين بيا، انا برضو ست وعايزة احس بانوثتي، عايزة احس اني متجوزة. حاجات كتير نفسي كنت اعيشها، بس كل ده كان بالنسبة لي احلام. المشكلة مش هنا. المشكلة بدأت تحديدا يوم ما كنا على الغدا انا وام يوسف واخوه. كنت دايما متعودة ناكل سوا بدل ما اكون يعني لوحدي، لان يوسف كان ساعتها مسافر. قعدنا ناكل واتفاجئت ان حسن اللي هو اخو يوسف كان مركز معايا قوي، مركز معايا بشكل غريب. في الاول افتكرته مش قصده او انها يعني صدفة، لكن هي مش صدفة. باصص عليا او على جسمي يعني تحديدا، خصوصا اني كنت لابسة بيجامة كده ضيقة شوية، ولكن انا ما كنتش واخدة بالي. حاولت اتجاهله ومركزش معاه. خلصنا اكل وقمت رحت المطبخ شوية وحسيت بيه واقف ورايا، وفجأة لقيت اللي بيقول لي هو الشاي فين يا اسماء. لما قال الجمله دي كان لازق فيا لدرجه ان ما كانش في اي مسافه بيني وبينه. ساعتها كان جسمي سخن جدا. لما قرب مني عينيا كانت مفتوحه على اخرها، قلبي كان بيدق بسرعه لحد ما خرج من المطبخ. وهنا ما كنتش قادر امسك نفسي. بقالي كتير جدا ما حدش قرب مني بالشكل ده. حاولت ما بينش اي حاجه وخرجت من المطبخ. قدمت الشاي وسط نظرات اللي كانت متابعيني في كل حركه بعملها. مركزتش معاه لحد ما امه نزلت، وهو كان نازل كده وراها. بس قبل ما ينزل قال لي على فكرة الاكل كان حلو، تسلم ايدك. ومش الاكل بس اللي حلو، انتي كمان كنت حلوة قوي. قال لي الجملة دي ونزل وسابني. احساسي الغريب جدا مقسوم بين اتنين. اول احساس بيقول لي ايه اللي انتي بتعمليه ده يا اسماء؟ اخو جوزك ما ينفعش. اما الاحساس التاني وهو اني كنت مبسوطة قوي باللي حصل، لدرجة اني كنت كل شوية افتكر الموقف وكنت بدوب من جوايا. انتهزت ان يوسف لسه ما جاش ودخلت جهزت نفسي، لبست طقم حلو، حطيت البرفيوم بتاعي اللي بيحبه وفضلت مستنياه لحد ما رجع. كان مستغرب من اللي انا عاملاه. قال لي ده انتي باين عليكي كده مزاجك رايق. قلت له جدا. يلا بقى ادخل الحمام علشان تاخد دش عقبال ما احضرلك هدومك. قال لي مالك يا اسماء انتي كويسه؟ قلت له حاسه اننا بقالنا كتير بعاد عن بعض، عايزه نقرب شويه بقى. قال لي فجاه حسيتي بكده؟ قلت له طيب بقول لك ايه، النهارده مش وقت كلام، احنا عايزين نستغل كل دقيقه النهارده. قال لي بس انا تعبان النهارده جدا. حطيت ايدي كده على بقه وقلت له يوسف انت بقالك كتير بعيد عني، ايه ما وحشتكش؟ قربت منه لدرجه اني كنت داخله في حضنه. قلت له انت مش حاسس بيا ولا ايه؟ قال لي لا يا حبيبتي طبعا حاسس بيكي. قلت له خلاص يبقى ادخل خد الحمام وخد الدش بتاعك وتخرج بسرعه ما تتاخرش. دخل الحمام وانا حضرت له هدومه، وتقريبا بعد ربع ساعه كده خرج ولبس هدومه وجي يقعد قدامي على السفره. قال لي لا بس باين عليكي كده انك مبسوطه قوي النهارده. قلت له طول ما انا معاك لازم اكون مبسوطه. كان نفسي اقول له ان يبادلني نفس الكلام او حتى نظرات، بس هو طبعا كان مركز في الاكل، كان بياكل وكاني مش قاعده معاه من الاساس. وانا معلقتش على تصرفاته علشان اليوم يكمل كويس. لحد ما هو خلص اكل قال لي الواحد كان جعان قوي، يا دوبك ادخل انام علشان عندي بكره سفر بدري. قلت لنفسي بس هنا بقى ما كانش ينفع اسكت. قلت له نعم تدخل تنام يعني ايه؟
قال لي انا تعبان والله يا اسماء، خلينا يوم تاني. قلت له يوم تاني ايه يا يوسف؟ بقول لك انا عايزاك النهارده، محتاجالك. في ايه مالك؟ قال لي مفيش حاجه، بقول لك تعبان، مش هيحصل حاجه يعني لو اتاجلت ليوم تاني اكون فايق فيه حتى. قلت له هو انت بتفوق امتى اصلا؟ انت طول الوقت في شغلك، هتبقى معايا امتى؟ قال لي انت تاني هنتكلم في الموضوع ده؟ انت ما بتزهقيش؟ قلت له يوسف انت بقالك قد ايه ما لمستنيش؟ قال لي مش فاكر، واكيد يعني مش هركز في حاجه زي دي. قلت له ليه ما تركزش؟ هو انا مش مراتك ولا ايه؟ وليه عليك حقوق؟ قال لي حقوقك بتاخديها على اكمل وجه، اما الموضوع اللي في دماغك ده ممكن يستنى شويه. قلت له اهو الموضوع اللي في دماغي ده بقى ما ينفعش يستنى، خصوصا لما اكون متجوزه، والمفروض اني يعني متجوزه راجل اللي بحبه. قال لي بعدين عايزه ايه يعني يا اسماء؟ قلت له عايزه احس اني متجوزه يا يوسف. قال لي وانت مش هتحسي انك متجوزه غير لما نعمل كده؟ قلت له امال هو الجواز يعني بالنسبه لك ايه؟ قال لي الجواز مش مجرد سرير بس يا اسماء، في حاجات تانية غير الموضوع ده، والحاجات التانية موجوده، والموضوع ده بس هو اللي ناقصني، يبقى تستحملي شويه، ما عنديش حل غير ده. قلت له طب على فكره بقى استاذ فريد اللي في الدور الخامس كان بيحاول يعاكسني. قال لي اعمل ايه يعني؟ قلت له بيعاكسني يا يوسف، بقول لك بيعاكسني. قال لي استاذ فريد متجوز على فكره. قلت له هما المتجوزين مش بيعاكسوا يعني؟ رد عليا وقال لي هو انت عندك ايه زياده يعني على اللي عند مراته؟ انتوا الاتنين ستات زي بعض، واللي موجود هنا زي اللي موجود هنا، يبقى مفيش اي سبب يعني ان هو يعكسك. قلت له يعني انت مش غيران؟ قال لي اغير لما يكون الموضوع بجد، مش قصه لسه مألفاها دلوقتي. انا داخل انام، تصبحي على خير. وفعلا دخل نام. على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، استاذ فريد ما كانش بيعاكسني ولا حاجه، ودي فعلا قصه انا اخترعتها، بس علشان كان نفسي يعني احس ان هو غيران عليا، نفسي اشوفها في عينه. رحت بصيت كده على نفسي في المرايه، بصيت على جسمي، ناقصني ايه انا علشان يبقى مرغوب فيا؟ متجوزه راجل مش مقدر الست اللي معاه. اتنهدت كده بحزن ورحت نمت جنبه، وانا كنت لسه بنفس اللبس اللي انا كنت لسه لابساه علشانه. صحيت تاني يوم ما لقيتهوش جنبي، لقيت ورقه مكتوب فيها انا مسافر 3 ايام رايح اسكندريه علشان عندي شغل، وجنبها 5000 جنيه. قمت علشان افطر، لكن حتى ما كانش ليا نفس. لقيت امه بتتصل بيا وبتقول لي انا عارفه ان يوسف سافر النهارده وانها هتطلع تتغدى معايا علشان ما بقاش لوحدي، بس برضو انا ماليش نفس لاي حاجه، ولكن وافقت علشان ما اقعدش لوحدي. حتى لو مش هاكل جهزت الغدا وهي كانت موجوده معايا، وطبعا حسن اخوه طلع معاها. خلصنا اكل ودخلت